بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم على قناة مرونا. النهاردة هنعمل مع بعض العقد اللي قدام حضراتكم في الصورة. يلا بينا نشوف مع بعض الخامات والادوات اللي هنستخدمها. انا معايا النهاردة سلسلة فضي كبيرة. ممكن استعمل مقاس اصغر شوية. دي ألمونيا عشان ما تغيرش معايا في الاستخدام، لونها ما يأكسدش ويتغير. انا هقطعها قطع 14 قطعة. مش شرط يكونوا مقاس واحد، يعني انا قطعت صغير وكبير. 14 قطعة مختلفين. ودي دلايات معدن هستخدمها في العقد. مكتوب عليها فالله خير حافظ. 3. استخدم 3. وهستخدمت دي أحجار فيروز ألوان. هو الفرع بيبقى ملون. مقاس 12. أنا استخدمت 9 خرزات. هعملهم بالشكل ده، هنشوفه مع بعض. واستخدمت تاني تفسيرة ألوان، وده خرز مقاس 4 لون فضي. ده مش معدن، ده كان بالوزن عادي، رخيص يعني مش غالي. وطرابيش فضي، يكون المقاس مناسب مع الخرزة مقاس 12. ومسمار بحلقة من تحت، وحلقات، والزراديات بتاعتي. تمام، يلا بينا نبتدي. انا هعمل الخرز بتاعي بالشكل ده. هحط طربوش. هنا استخدمت خرزتين فضي والطربوش والخرزة، وقفلت بالمسمار. الانواع التانية حطيت تفسيرة، وبعد كده الفضي، وبعد كده الطربوش. شكلتهم يعني اشكال على حسب بقى الالوان اللي انا حابة استخدمها. تمام، هنعمل مسمار معاكم خرزة. هستخدم 2 فضي، وبعد كده هحط الطربوش، وبعدين هحط الخرزة، وبعد كده طربوش، والاتنين الفضي بتوعي. هقص بالقصافة الزيادة من المسمار، وهجيب البرامة، همسك المسمار في النص، والايد اللي ماسكة الخرزة ثابتة، والتانية اللي ماسكة البرامة هي اللي بتلف. هلف وهرجع تاني، والزرادية جوه المسمار، والف. هلاقيها اتظبطت معايا. لو اتعوجت مني كده هرجع اضغط عليها تاني كده بالزرادية لغاية لما تتظبط معايا اهي بالشكل ده. تمام، كده انا عملت ال9 خرزات بتوعي. هبتدي اشبك الشغل بتاعي بالحلقات. بالنسبة للدلايات المعدن عشان ما تأكسدش معايا، ممكن اطليها بالمانيكير الشفاف او استخدم السبراي. بيحفظهم من تغيير اللون. هبدأ اشبك. هجيب حلقة، هحط الدلاية، والطرف التاني سلسلة. هقفل الحلقة طرفين قصاد بعض، اتأكد ان الشغل بتاعي كويس. الناحية التانية هستخدم الخرز. همشي بالتدريج ده
انا عايزة طول العقد بتاعي يكون 90 سنتي، ممكن اقصر شوية 80. وطبعا ده اقدر انفذ التصميم دوت على عقد اصغر، عقد عادي يعني في الطول العادي، بس هيبقى الخرز مقاس اصغر، الفيروز مش هتبقى الدلايات الكبيرة ديت، هستخدم دلايات اصغر. والسلسلة هتكون مقاس اصغر. عقد سهل، طريقته سهلة مفيهاش اي حاجة. اهم حاجة قفل الحلقات. وانا بقص السلسلة بتاعتي اتأكد ان انا قفلت حلقاتها كويس جدا عشان الشغل ما يفلتش ويبقى مش مظبوط. انا بوزع الالوان. هقفل الحلقة كويس. هحط خرزة وبعد كده سلسلة. هشوف سلسلة اصغر. هقفل الحلقة. بعد كده هحط دلاية من الدلايات بتوعي. لازم احطها بنفس نفس الترتيب، يعني ما ينفعش احط واحدة كده والتانية الاقيها متشقلطة كده، لازم كلهم يبقوا مظبوطين عشان لما البس العقد يبقى مظبوط. انا هحطها من تحت من هنا، هي دي المفروض دلاية بس انا استخدمتها هنا زي الفاصل في النص، فهستخدم احط الحلقة في الحلقة من تحت، الفتحة اللي تحت. هقفل حلقة وهكمل السلاسل وباقي الخرز. والعقد دوت مش بيحتاج قفل لانه طويل. هكمل باقي العقد بنفس الترتيب وارجع لكم. كده بعد ما كملت العقد وصلت بقية الخرز بالشكل ده. ده شكل العقد في النهاية. تمام. انا طبعا اقدر اتحكم في الطول زي ما انا عايزة وزي ما قلنا في اول الفيديو. ويا رب اكون افدتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.